تعرف إن السكر ممكن يبقى بديل للمضادات الحيوية؟ طبعا احنا عارفين إن السكر من السموم البيضاء وفرد من العصابة المؤدية صحتنا وكرشنا في داهية، بس دايما كل شرير بيبقى ليه وش طيب بيظهر وقت اللزوم. والوش الطيب للسكر هو إنه ممكن يستخدم في الإسعافات الأولية على الجروح لو مش متوفر مضاد حيوي، يعني لو اتجرحت حط سكر على الجرح ولفه بشاش وهتبقى زي الفل إن شاء الله. المهم يكون سكر نقي، وده لأن السكر بيقدر يمتص الرطوبة، وطالما مفيش رطوبة يبقى مفيش بكتيريا، ولو مفيش بكتيريا الجرح مش هيتلوث وهيتلم بسرعة. وبالرغم من ان الحل ده بيضايق جدا الا ان الدراسات اثبتت فعاليته وجرب على الحيوانات والبشر ومرضى السكر كمان اللي جروحهم مش بتلتئم بسهولة ومعرضين للعدوى، وكان زي الفل. وبدأ يستخدم في الدول الفقيرة اللي ما يقدروش على سعر المضاد الحيوي، بس للأسف شركات الأدوية مش عاجبهم الكلام ده لأنهم مش هيطلعوا منه بأي مصلحة، والمكسب كله هيروح للبقال اللي هنشتري منه السكر، فمكتمين على الموضوع ده. بس شكلنا كده هنلجأ له كتير في المستقبل بسبب سوء استخدامنا للمضادات الحيوية